سينما وراجعة. طيب. اليوم عندنا الكوزاتيف فيربس، ايه افعال سببيه حلو. اللي هن الجيت الهاف. او عندنا فعل بعد. الجيت والهاف اللي بدورها راح تصير جات وهاد دائما ما عدا حالات بسيطه يعني. حلو. طبعا هو الفعل اساسا هو جيت وهاف، يصير حسب نوع الجمله. شو نوع الجمله؟ يصير حسب نوعها يعني. حلو. لكن هو عادة وأغلب الأنواع الجمل هي كلها راح تصير ماضي، فراح بالماضي يصير جات الجيت، والهاف يصير هاد. هاد. ماشي. حلو. القاعدة مالتنا الأساسية شنو هي؟ اللي راح نطبقها بالحل: فاعل فاعل. زائد أما جات أما هاد، هو حسب شنو محدد لك، مم. زائد مفعول به زائد فعل تصريف ثالث. تمام؟ حلو. عندنا نماذج. النموذج الأول هابي نماذج هذا. إذا نعوفك عن المعنى ما راح تدبرها. نعطيك نماذج حتى شنو؟ تاخذ عليها تصير اسهل. حلو. اذا انطاك جمله بيها اس، تمام؟ حلو. هي الاس والسمبدي والتو كلها ايش بيها؟ تحذف. الفاعل راح تلقاه وين؟ بدايه الجمله. والفعل بعد التو، هاي مو تو اللي احنا حذفناها اصلا، وراها فعل. حلو. ورا الفعل شنو راح تلقى؟ مفعول به. حلو. اجي اطبق القاعده، اكتب القاعده. ايش تقول القاعده مالتي؟ فاعل زائد جات او هات زائد فعل مفعول به نانا او هاي. هاي ايه مفعول به وفعل تصريف ثالث. وفعل تصريف ثالث. تمام. المهم اللي هو اجي بهاي الجمله وين راح القى الفاعل مالتي؟ بالبدايه القاه. بالبدايه. انزله بالبدايه. حلو. هاي تدليك وين تلقاهن. وراها جات او هاد. تمام. طبعا هي بالاساس جيت او هاد، لكن هسه هاي شنو هاي؟ هاي تحذف. عوف تحذف. شنو هاي؟ بيها ايدي يدل على اليمن، على الماضي، فسوينا الفعل شنو؟ ماضي. فهمت؟ حلو. هي عادة راح تصير ماضي اغلب الاحيان، فهاد او جات هسه حاليا مو شغلنا هاي. تمام. مفعول به وين قلنا نلقى المفعول به؟ اخر شيء ورا هاي. ولا الفعل. ورا الفعل نلقاه بالنهايه. تذكر شريد وراها فعل تصريف ثالث. وين القى الفعل؟ بعد التو. هذا الفعل ريبير. شو اسوي له ويصير تصريف ثالث؟ نضيف له ايدي او شاذ. هذا نضيف له ايدي، بس ضفنا له ايدي صار تصريف ثالث. تمام. يعني حتى تفتهم. فعل تصريف ثالث كله يا اما ايدي يا اما حتى تفتهم. هاي الجمله مالتنا اللي مطلوبه نحلها. حلو. يا قاعده راح نحل بيها. هاي القاعده نحل بيها. زين وين راح القى الفاعل بهاي الجمله؟ القاه بالبدايه. اذا جتك هي الجمله تحذف. عوف تحذف. هاي تحذف منتهي من عندها. بس وين تلقى الفاعل؟ قبله بالبدايه. وين تلقى مفعول به؟ بالنهايه. والفعل بالنص ورا. تمام. هاي النموذج الاول. هاي حفظ. شنو يعني حفظ؟ اجي احفظ النموذج هذا شلون صاير. اجي احفظه. حلو. هاي يمك طبعا انت هنا. هو هي نفس الشيء بالضبط. وتحلها. طفيها صارت بارده. هاي كافي البنك. زين. النموذج الثاني نموذج السمبدي. كاتب لك somebody فوتوغرافر اي شيء، هاي تنحذف. اللي بعدها شنو هو؟ توك. عوف التوك شنو مكتوب فوقه؟ فعل. اللي بعدها مباشرة هذا فعل. حلو. واللي بعدها مفعول به. شنو نحتاج؟ فاعل ما عندي، صح؟ هاي الجملة فاعل ما عندي. في هذه الحالة نستخرج الفاعل من صفة التملك. هاي شنو عندنا؟ her. الهر صفة تملك، فراح نستخرج فاعل من عندها. هي تظل هاي كلها مفعول به، بس نستخرج لنا فاعل من عندها. إذا كان عندنا ماي شو يصير الفاعل؟ هاي صفة تملك وهاي فاعل. ماشي؟ حلو. الهر شو يصير؟ شي. الهز هي. والذير they. والأور we. تمام؟ هنا شنو عندنا؟ عندنا her اللي هي هذه، راح يصير عندنا الفاعل شنو صار؟ شي. تمام. اجي اطبق القاعده مالتي الاصليه. شو تقول القاعده مالتي الاصليه؟ تقول فاعل زائد جات او هاد مفعول به زائد فعل تصريف ثالث نرمز له بي بي. تمام. اجي اطبق الفاعل شنو عندي؟ قلنا استخرجناه شنو صار؟ شي. منين استخرجته؟ منه من صفه تملك.
فصار شي. إيه. أخذنا نقول قات مثلا، أو هذا مو مشكلتنا. إيه. مفعول به وين القاه؟ قلنا بهاي الجملة المفعول به بالنهاية. بالنهاية. كلها مو بوحدة تجي تحط لي هاي، كلها هي هاي. حلو حلو. إيه. حتى هاي اللي حولناها تصير her bag كاملة. إيه. والتصريف الثالث وين نلقى هذا الفعل؟ ال- هذا الفعل هو أصله take، إيه. يصير took ماضي، ويرجع take ونحط له اي ان يصير taken تام. تمام، اللي هو راح نكتبه هنا taken. هذا تصاريف حفظ كم تصرف يعني موجود؟ خير من الله. شلون تحفظن كلها؟ بعد لا تقسم وقتك يعني عليهم. هاي تحفظ لي المتكررات عندك بالجمل، وبعدين تشوف شنو الباقيات. تمام. طيب. شفت هاي شلون صارت؟ إيه. واضحة؟ إيه واضحة. زين، عندنا النموذج الثالث، هذا نفس الاول. هم عندنا هنا يجي شو هاي somebody، إيه. نعم يجي photographer somebody اللي هو هذا ينحذف نفسه. الفعل وين تلقاه؟ وراء. والمفعول به وراء. بس هذا بي عندنا اوف، وراء الاوف هو الفاعل. هاي نعطيك الفاعل. الفاعل موجود، كل شيء موجود. هذا تجي تكتب القاعده مالتنا فاعل زائد هاد سوري شو كتبت انا؟ قات. قات او هاد. اوكي، كنا قات او هاد زائد شنو عندنا؟ مفعول به زائد فعل تصريف ثالث. ما تعاجز اكتب القاعده حتى لو حافظها اكتبها حتى ما اتيه. اجي احتاج فاعل، قلنا وين احتاج؟ وين القى الفاعل؟ بالنهايه بعد الاوف. ذا ليدي قالت له هاد مثلا. هاد. تمام. شريد مفعول به. وين القى مفعول به؟ قبل الاوف بعد الفعل. تحذف فعل مفعول به. الاي اكتبها picture. والفعل هذا هو توك. نفسه توك. شو يصير؟ taken. تمام. هاي اي، فصارت the lady هذا picture taken. واضحة هاي ثلاث نماذج؟ واضحة سهلة. هاي حتى لا تدوخ، حتى لا تعتمد على المعنى وما الى ذلك وتحتار وين الفاعل وين المفعول به. هاي رسمناهن لك بهالشكل حتى تيجي تحفظهن مثل ما هن. تمام. زين، عندنا بعد سبب ثالث، فعل سببي ثالث هو make، اللي هو يصنع، صنع وجعله يعني باعتبار. قاعدة ما تشي تقول فاعل زائد made مفعول به. غالبا يكون عاقل، مو دائما، غالبا. اللي هو مثلا شنو يكون ذني الاسماء يعني. تمام. فعل مجرد هالمرة مو تام، فعل مجرد. النموذج الاول اللي هو نموذج because of، وين راح القى الفاعل؟ بعد because of. تمام. حلو. واضحة هاي؟ واضحة. مفعول به وين راح القاه؟ بالبداية. والفعل ثاني واحد. تمام. حلو. مرات القى هنا تكملة، مرات قبل because هم انزلها. اجي اكتب القاعدة مالتي فاعل زائد made. هي make اللي راح تصير دائما شنو؟ دائما راح تصير made. هي make بس راح تصير دائما make. بس هاي لا تيجي تقرا الفعل. شنو هي الفعل؟ هو الماضي مال فول. عندنا فول تصير فعل، فهاي فعل ماضي، فلذلك راح نحول ميك الى يصير ماضي. فهي غالبا تصير ماضي. فالفاعل زائد ميد زائد شنو؟ مفعول به زائد فعل شبيه مجرد. تمام. اجي اطبق القاعده مالتي. فاعل مالتي وين قلنا القاه؟ بعد الاوف. مرات ماكو اوف بس because وراها يعني. the wind الرياح. made تنزل. مفعول به وين القاه؟ بالبداية. the شنو؟ leaves الأوراق مال الأشجار. the leaves شبيهه يرجع مجرد، يرجع fall. ماشي؟ حلو. واضحة؟ واضحة. زين. كذلك عندي نموذج ثاني هو نفسه بس شوي. شنو هذا؟ هاي عندنا because. تمام. بس وراها جملة كاملة، وراها هي فاعل وفعل وتكملة. احنا يا الفاعل مالنا التكملة مو هذا ولا هذا، يعني هذا نفسه هذا ما نحتاجه. هاي ما نحتاجها حتى هاي تنحذف. فاعل مالنا وين تلقى؟ تكملة الجملة. فهمت؟ يعني هذا مو فاعل وهذا فعل. التكملة هي اللي صارت فاعل مالنا اللي راح ناخذه بالحل. تمام. هاي وحدة. اثنين، في البداية مفعول به نفس الشيء فوق هذا، وراها فعل، وراها شنو؟ هاي تكملة قلنا مرات تجي. تمام.
اي شيء قبل because of ينزل هذا. تمام؟ حلو. واضحه؟ اي. زين. اذا تلاحظ هنا المفعول به ايش بيه؟ جاي ضمير فاعل، اي. فضمير الفاعل ينقلب الى ضمير مفعول به. ضمير فاعل يقلب الى مفعول به. هذا هنا لازم احفظه. اي اللي هي شو تصير؟ him she her it نفسها they them والوي us والاي مي. تمام؟ طبعا مو كلهم يجن بس يعني ضبطهم كلهم. ماشي؟ تمام. نجي نحل ايضا نطبق القاعده. شو تقول القاعده مالتنا؟ فاعل زائد made زائد مفعول به زائد فعل مجرد. ماشي؟ اقول وين الفاعل مالتي؟ a noise. noise made تنزل. إذا تلاحظ الفعل شنو بي؟ ايدي. طبعا راح نسوي الميك الى صيغه الماضي فتصير ميت. حلو. زين. شريد مفعول به وين هو؟ اللي هي. بس شو تصير لازم؟ تصير هم. لازم تصير صيغه مفعول به، ما تصير هي هنا. واضحه؟ تصير مفعول به. ماشي؟ شنو ظل عندي؟ فعل. هذا الفعل لوك. اشيل منه شنو؟ الايدي اشيلها. هذا واضح. اشيل من الايدي. ارجعه مجرد. والاوتسايد تكمله تنزل اوت سايد. ماشي؟ حلو. واضحه؟ هاي النموذج الثاني نفسه بحالتين. النموذج الثالث هذا بعد اسهل من ذلك يعني. be told. هذا طبعا اذا تلاحظ البيكوز نحط لها made. تمام؟ والتولد نحط لها ايضا شنو؟ made. اللي سبقا مثلا الفوتوغرافر الاس نحط لها شنو؟ got وهاد. ماشي؟ هاي الحالة الثالثة هاي كل سهلة. فإنه be told و to. في هذه الحالة نبدل told بمن؟ made ونحذف to. حلو. يعني هاي my mother نفسها تنزل بس my mother made me. نحذف التو وننزل turn وراها. turn تنزل down the music. ماشي؟ ليش سوينا هيك؟ لأن هسه القاعدة إذا نجي نطبقها هاي هيك بس أنت مالك أنت تطبق الهاي الأولى. هاي الثانية هيك. إذا نكتب فاعل زائد شنو؟ made. ماشي؟ زائد مفعول به زائد فعل مجرد زائد تكملة. تمام؟ الفاعل هذا ينزل my mother والميت تنزل. ماشي؟ المفعول به نفسه هذا. حلو. نزل نفسه. الفعل هذا هو ما له علاقة بالتو هنا. الفعل نزل turn ونزلت التكملة. نفس الجملة ولا؟ نفس الجملة. فحتى نحلها ما ندوخ نفسنا. هاي سهلة. نبدل التولد بالميد ونحذف التو. حلو. واضحة هاي؟ واضحات كلهن. واضحة. تمام؟ ماشي؟ تمام. هسه راح احلك وحدة من ذن وانت تحل الباقيات. ان شاء الله. عندنا هاي جينا قرينا. طبعا هو مرات يكتب لك فراغات ما لها علاقة بهاي. اعتبرها ما موجودة. تمام؟ شنو يعني هاي فراغات؟ حلالك نصها يعني وانت تكمل. انت تعتبرها ما موجودة. حلو. هاي اعتبرها ما موجودة. تمام؟ هسه انا راح اشخطها وكأنما هي ما موجودة. لكن شنو عرفنا شو يريد هو؟ got. فنكتب قاعدة الجات. شو تقول قاعدة الجات؟ فاعل زائد got زائد مفعول به زائد فعل تام. الثالث. تمام؟ زين. الفاعل هنا عندنا جملة الفوتوغرافر تنحذف. هاي توك شنو هذه؟ فعل. a picture مفعول به. of تنحذف. the lady شبيها هذه؟ فاعل. صح ولا لا؟ صحيح. زين اجي انزل the lady فاعل the انزل هنا the lady. يريد got فنزلت الجات. تمام؟ مفعول به يريد. وين القى مفعول به؟ قلنا بهاي الجملة ورا الفاعل. a picture. تمام؟ والفعل توك شو تصير؟ taken. إذا تلاحظ هسه نجي نحذف اللي قبلها. هو شو مسوي؟ هو حالها نفسها. بس حال the lady got وحال taken. بس مفعول به بس picture ظلت. فأنت يا اما تظل تدور عليها وتكتبه يا اما تحلها كلها وتعرف الحل الصحيح وتكتبه. واضح؟ حلو. تمام؟ هو سهل لك القضية. انطاك التصريف انطاك هذا جابها هنا يعني بس شنو حتى يعني تكون تسيطر على الوضعية أكثر بعد. The noise made لو had her look outside.
قلنا بعد الميد باور، بعد ميد شنو عندنا؟ شنو؟ يكون مفعول به عاقل. تمام. فهنا المفعول به عاقل ولا her تدل على من؟ على الشيء اللي هي بنية. عاقل ولا مو عاقل؟ عاقلية يعني تجعل معنى. فنختار شنو؟ ميد. هاي ابسط مثال حتى تعرف يعني. زين هاي شي هاد، الهاد تاخذ فعل تام لو فعل مجرد؟ الهاد اي هاد تام، تاخذ تام تيكن. تمام. هسه حل الباكات انت، حلهن. وعندك طبعا هذه مو هذه، هاي القواعد هذه الصفحة الثانية تقدر تستفاد بيها. خوش. تمام. راح نطفي التصوير حتى لا نسوي فضيحة ان شاء الله.